توفى صباح اليوم الأحد ابن النجم المصري حسن يوسف والفنان المعتزلة شمس البارودي بعد ما غرق بالساحل الشمالي حسب تقارير إعلامية محلية. وحسب صحيفة الشروق قدرت قوات الإنقاذ من انتشال جثة الضحية بعد غيابه لفترة داخل البحر، وتبين بأن الشاب وصل للمشفى وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة تماما، وتم إيداع الجثمان بالمشرحة بمشفى العلمين تحت تصرف النيابة العامة يلي تولت التحقيق بالحادثة. وحسب شهادة أحد مرافقي الشاب بيأكد أنه نجل حسن يوسف كان عم يسبح بأحد شواطئ القرى السياحية، وبعدين اختفى تحت المي لحد ما شالوه فاقد الوعي. وتعرضت عائلة حسن يوسف للانهيار بالكامل بعد ما غرق ابنهم عبد الله، وما قدر اي حدا يعبر عن حزنه سواء بالكلمات على السوشيال ميديا او على الرد على اي شخص. ولحتى هاي اللحظة ما استلم حسن يوسف جثة ابنه وما تم تحديد موعد الجنازة. رحم الله عبد الله واسكنه فسيح جناته. ولهون بيكون وصلنا لنهاية خبرنا لليوم. بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.